لقينا فئة الغارمين والغارمات، وهذه الفئة أشد احتياجا من الفئات الأخرى، لأن دول ناس فقدوا حريتهم ودخلوا سجن كان عليهم دين بسيط كما الثلاجة أو كما الغسالة أو كما بتاع، خدوا هذا الدين مش عشان يتفسحوا، خدوا هذا الدين لضرورات الحياة، عشان تجوز بنتها، عشان تعالج ابنها، عشان تعالج جوزها، يعني الحقيقة احتياجات أساسية في الحياة، وهما من الطبقات الغير قادرة، وبالتالي استدانوا وما قدروش يسلموا هذا الدين وتنفذوا كل ما يمكن ودخلوا السجن. فمؤسسة نص الخير بترعى هذه السجن، وده طبعا مصرف من مصارف الزكاة للإسلام. ومن فضل الله استطاعت مؤسسة نص الخير في خلال سنة ونص أن تخرج عن 8000 غارم وغارمة. ومن فضل الله احنا عندنا امل وهدف سنه 2012 ان نخرج 6000 غارم وغارمة، وندعو الله ان يوفقنا في هذا. وهي سبب وجود فرحة كثيرة على أسر وسبب كبير للم شباب أسر كبيرة كثيرة، فحضرتك أكثر الناس قريبة من الناس دي وحضرتك تفضلوا. هو النهارده من أسعد الأيام يعني اللي أنا بمر بيها في حياتي، وهو إن أنا أحتفل بالغارمين والمؤسسات المنتهية في مشروع الغارمين. مشروع الغارمين ده من أغلى المشاريع اللي أنا بحبها عندي في حياتي، واحنا ابتدينا مشروع زي العيادة أستاذ مصر من سنة ونص، والحقيقة يعني أنا هدفنا إن احنا نطلع كل الغارمات والغارمين من سجون مصر كلها، واحنا بنسعى لذلك.